مع اقتراب موعد كأس العالم 2026 بدأت ملامح الحلم تكبر شيئا فشيئا داخل الشارع الرياضي التونسي، حيث يعيش الجمهور حالة من الترقب والأمل في رؤية منتخب قادر على تشريف الراية الوطنية في أكبر تظاهرة كروية في العالم. المنتخب التونسي يدخل هذه المرحلة وسط تحديات كبيرة، لكن أيضا وسط طموحات لا تقل حجما عن طموحات بقية المنتخبات المشاركة، خاصة بعد الوجه الإيجابي الذي ظهر به المند في ودية كندا، والذي أعطى الانطباع بأن نسور قرطاج قادرون على قول كلمتهم من جديد. التحضيرات هذه المرة لن تكون سهلة، فالبرنامج الذي ينتظر المنتخب مليء بالمواجهات القوية التي ستكشف مدى جاهزية المجموعة قبل الدخول رسميا في أجواء المونديال. البداية ستكون بمباراتين وديتين أمام النمسا ثم بلجيكا، وهما مواجهتان تحملان قيمة فنية كبيرة، لأنهما ستضعان المنتخب أمام مدارس كروية مختلفة تماما بين القوة البدنية والنسق السريع والانضباط التكتيكي العالي. هذه المباريات لن تكون مجرد لقاءات تحضيرية عادية، بل فرصة حقيقية للمدرب صبري الليموشي حتى يختبر شخصية الفريق ويحدد ملامح التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في كأس العالم. صبري الليموشي يعرف جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، خاصة وأن الجماهير التونسية دائما ما تربط مشاركات المنتخب في المونديال بالأداء الرجولي والروح القتالية قبل أي شيء آخر. منذ وصوله حاول الليموشي أن يعيد الانضباط داخل المجموعة، وأن يخلق حالة من التوازن بين اللاعبين أصحاب الخبرة والعناصر الشابة التي تبحث عن فرض نفسها. المنتخب اليوم يبدو أكثر تنظيما من الناحية التكتيكية، خصوصا في وسط الميدان والخط الخلفي، لكن السؤال الذي ما زال يرافق الجماهير يتعلق بالنجاعة الهجومية وقدرة الخط الأمامي على استغلال الفرص أمام المنتخبات الكبرى. القائمة الحالية تعكس رغبة الإطار الفني في بناء منتخب مقاتل أكثر من كونه منتخب أسماء فقط. هناك لاعبون يملكون خبرة دولية محترمة، وآخرون يدخلون هذه المغامرة بعقلية إثبات الذات، وهو ما قد يمنح المنتخب طاقة إضافية داخل المباريات الصعبة. الأجواء داخل المنتخب تبدو إيجابية، خاصة مع الدعم الجماهيري الذي بدأ يرتفع تدريجيا مع اقتراب البطولة، فالتونسيون يعلمون أن منتخبهم عندما يلعب بروح جماعية وانضباط تكتيكي قادر على إحراج أي منافس مهما كان اسمه. في المونديال تنتظر تونس مواجهات مع منتخبات قوية مثل السويد واليابان وهولندا، وهي مباريات تحتاج تركيزا عاليا وشخصية قوية فوق الميدان. السويد معروفة بقوتها البدنية وتنظيمها، واليابان تتميز بالسرعة والضغط المتواصل، أما هولندا فهي واحدة من أقوى المدارس الكروية في العالم من حيث الجودة الفنية واللعب الجماعي. ورغم صعوبة المهمة، يبقى الإيمان حاضرا داخل الشارع الرياضي التونسي بأن المنتخب قادر على تحقيق المفاجأة، خاصة إذا نجح في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى، لأن البدايات دائما تصنع الفارق نفسيا ومعنويا في البطولات الكبرى. الجماهير التونسية لا تنتظر معجزات، لكنها تريد أن ترى منتخبا يقاتل حتى آخر دقيقة، منتخبا يلعب من أجل القميص ومن أجل شعب يعيش كرة القدم بكل تفاصيلها. ومع اقتراب صافرة البداية يعود ذلك الشعور الذي يتكرر في كل مونديال، حين تتوقف الحياة قليلا في المقاهي والشوارع والبيوت، وتتجه كل الأنظار نحو نسور قرطاج، وهم يحملون آمال شعب كامل يريد أن يرى علم تونس حاضرا بكل فخر فوق أكبر المسارح العالمية.